حكايات، مواقف، طرائف، صراعات وإشاعات وحاجات تانية كتير بتحصل خلف الكواليس ما بنشوفش منها في الآخر غير اللي بيظهر لينا قدام الكاميرا. كواليس مع لبنى فوزي على راديو كامل، محطة على المحطة. يا مساء الخير والجمال على كل مستمعينا مستمعي راديو كامل، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم كواليس. كتب لكم النهاردة كواليس مروة رفعت وهقدمها لكم لبنى فوزي. كواليسنا النهاردة مع حكاية أغنية جمعت بين 2 من أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى، لدرجة إن كل الناس سموا تعاونهم مع بعض لقاء السحاب. طبعا عرفتوا احنا النهاردة هنتكلم عن مين؟ احنا النهاردة هنتكلم عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، واللي اتأخر تعاونهم الفني مع بعض تقريبا 40 سنة. واعتقد الناس ان السبب في كل ده تخوف الاتنين من الشغل مع بعض، لأن عبد الوهاب ما كانش هيقبل طبعا تدخل أم كلثوم في ألحانه، وأم كلثوم ما كانتش برضه هتسيب عمل بيتقدم لها إلا لما بيكون ليها ملاحظاتها اللي لازم تتنفذ. وطبعا خلال 40 سنة دول كان في محاولات كتيرة جدا جدا، وأشهرها كانت محاولة طلعت باشا حرب اللي حب ينتج لهم فيلم يمثلوا فيه قصة حب ألمظ وعبد الحمولي، بس طبعا المحاولة فشلت. طلب رئاسي كان ورا إنتاج العمل الفني اللي اتأخر السنين دي كلها، وده كان من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي سألهم إزاي مفيش عمل فني بينكم انتوا الاتنين لحد دلوقتي، وقال لهم حابين نشوف ده كله قريب. اتحول الطلب لفكرة عملية في مطلع الستينيات، لما كان أحمد الحفناوي عازف الكمان الشهير في بيت عبد الوهاب وسمعوا لحن أغنية أنت عمري، ونقل انطباعه عن روعة وجمال اللحن لأم كلثوم. وبعد اللي سمعته من الحفناوي اتصلت على طول بعبد الوهاب تطلب منه يسمعها اللحن، وفي بيتها اجتمعوا الثلاثة، هي وعبد الوهاب وأحمد شفيق كامل كاتب كلمات الأغنية عشان يقروها مع بعض. وحصل عكس اللي كان موسيقار عبد الوهاب خايف منه تماما، ما اعترضتش أم كلثوم على الكلمات، ووافقت كمان على تعديلات عبد الوهاب اللي غيرها، وكانت من التعديلات شوقوني عينيك لأيام اللي راحوا، وخلاها رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، وكمان من حنان قلبي اللي بيشابي لحنانك خلاها من حنان قلبي اللي طال شوقه لحنانك. وبدأ عبد الوهاب التلحين، واتفقوا الاتنين يخبوا الموضوع عن الصحافة لحد ما يكمل، عشان لو اختلفوا في السكة ما يبقاش جمهورهم عارف أي حاجة عن العمل. وقبل ما يسافر عبد الوهاب لأوروبا في صيف 1963 سجل الأغنية بصوته وبعتها لأم كلثوم عشان تحفظها، وبعد ما رجع استمر سيناريو السرية لحد ما سجلوها بالفعل. وجه ميعاد خروج الأغنية للجمهور في حفلة يوم الخميس 6 فبراير سنة 1964، ومع بداية الحفلة اتجهت كل الأنظار في الصالة للبنوار رقم 9 لما دخلت السيدة نهلة زوجة الموسيقار عبد الوهاب لوحدها، بس هو ما كانش معاها فعلا. وبدأت أم كلثوم الحفل بأغنية كل ليلة وكل يوم، وهنا خرج عبد الوهاب من بيته وراح على المسرح، وبعد ما خلصت الوصلة الأولى قعد مع الموسيقيين لتغيير اللازمة الغنائية اللي قبل الكوبليه الثالث، وبرضه عشان يظبط الآلات الموسيقية. والساعة 12:40 بالظبط اترفع الستار عن أم كلثوم عشان تبدأ وصلتها الثانية مع أغنية أنت عمري. وكان عبد الوهاب في الوقت ده واقف ورا الديكور على بعد 6 متر بالظبط من أم كلثوم. ومع بداية المقدمة الموسيقية بدأت بوادر نجاح اللحن مع تسقيف جامد جدا وهتافات من الحضور اللي طالبوا بإعادة المقدمة أكتر من مرة. وفضل عبد الوهاب واقف مكانه بيتميل لدرجة إنه ما قدرش يمنع دموعه إنها تنزل، وهو سامع الناس بتطلب منه تعيد الكوبليهات مرة واثنين وثلاثة. غنت أم كلثوم الأغنية في 2:20 بالظبط، وكانت دي أطول وصلة غنائية قدمتها عشان تنتهي الحفلة الساعة 4 الفجر، لدرجة إن صحف الجمعة ما لحقتش تنزل أخبار الحفلة. استنونا في كواليس تانية كنا مستخبيين هناك عشان نشوف ونسمع ونحكي لكم عن زمن الفن الجميل وكواليسه العظيمة. كنت معاكم لبنى فوزي، استنوني بكرة وكواليس تانية. كنتم مع كواليس مع لبنى فوزي على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.